نفسك تعملي حاجة حلوة كده وسريعة وفي نفس الوقت موفرة ومش تقيلة في الاكل ولا اي حاجة، الكبير والصغير بيحبها، خصوصا لو عندك طفل صغير ممكن تعمليها له وجبة كده وتقدمي له منها. مفيدة جدا ولذيذة جدا، والوانها تفتح النفس والاطفال بيحبوها من الالوان اللي فيها. تعالي بينا النهاردة كده اقولك هنعملها ازاي. هنيجي كده في بولة، هننزل برتل من الحليب، 4 معالق كده من بودرة الكاستر، ونص كوباية من السكر. هنبدأ نقلب بقى كل المواد دي على البارد كده لحد ما تتمزج مع بعضها خالص زي ما انت شايفة كده. نقلبها كويس، ولازم نقلبها على البارد، ما ينفعش نقلب المكونات دي على الساخن عشان بودرة الكاستر ما تقومش كده تكلكع منك كده. تقلبي على البارد، بعدين هتاخديها بقى على نار هادية كده لحد تفضلي تقلبي فيها على النار الهادية لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه كده. خلاص هي كده تقلت معانا اهي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هاخدها بقى على جنب كده، وبعدين هنيجي نعمل الطبقة التانية عندنا برضو رتل من الحليب، 3 معالق كبار كده من النشا اللي هو الذرة عادي، او باكت من اللي هو من اللي هو النشا ده، او نشا سايب عادي زي ما تحب. هننزل عليهم نص كوباية من السكر. هنقلب على البارد زي ما انت شايفة كده، كل حاجة بنقلبها على البارد عشان ده الأصح. ناخدها على النار. خلاص بقى عندنا الكاستر اهو تقل زي ما انت شايفة كده. هناخده بقى على جنب، هنطفي عليه، وهنيجي كده في طبق بايركس. هننزل بقى عندنا كده ده بسكوت سادة، اي نوع بسكوت سادة. هنجيب كوباية من الحليب، هنبدأ نسقسق فيها البسكوت زي ما انت شايفة كده. دي الطبقة الاولى من من الحلو بتاعنا. هنبدأ نحط كده لحد ما نخلص الطبقة كلها بالشكل اللي انت شايفاه كده. هي بقى كده عندنا تمام بقى. هنيجي عليها بقى بطبقة النشا خلاص كان تقل معانا اهو، اخدنا على نار هادية وخلص. هنبدأ ننزل بالطبقة الاولى عليها كده، ونبدأ نفردها. هتبقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. شوفي اللون، الله اكبر يعني. هنيجي بقى هنا في بولة، وهنعمل الطبقة اللي هي اجمل طبقة فيهم. عندنا كده حوالي كوبايتين من الحليب. هننزل عليهم بمعلقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان، عليهم كده ربع كوب من السكر. هنبدأ نقلب على البارد خالص زي ما انت شايفة كده. هنبدأ نقلب خالص كده على البارد. هتقوليلي طب هي مش هتبقى مرة؟ بالعكس، دي بتبقى اجمل والذ طبقة فيهم، وفي الاخر بتديكي قوام كريمي كده كأنها شوكولاتة. هننزل بقى عليها بمعلقتين كبار من النشا، ونقلب خالص على البارد، وبعدين ناخدها على النار. هتتقل معانا زي ما انت شايفة كده. هننزل بيها بقى على طبقة النشا كده وطبقة البسكوت. هنبدأ برضو نفردها خالص لحد ما تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. نفضل ننزل كده. شوفي القوام بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله يعني. تحسي ان هي ما تقوليش خالص ان هي قهوة سريعة الذوبان ولا حاجة، هتقولي ده هي شوكولاتة كده. وهي فعلا والله بيبقى فيها طعم الشوكولاتة ما شاء الله لما بتحطي عليها السكر. خلاص كده فردناها بالشكل ده. هناخد بقى الطبق على جنب كده لحد ما يبرد. وتعالي بينا بقى نعمل اجمل واحلى لون فيهم واحلى طبقة فيهم. عندنا كده رتل من الكركديه، ده كركديه غاليينه وسيبناه لما برد. هننزل بقى برتل منه، عليه كوباية من السكر، 4 معالق كبيرة هرمية كده من النشا. بعدين هنقلب كل المواد على البارد بالشكل اللي انت شايفاه ده. شوفي اللون، الله اكبر. هيبدأ يفتح شوية لما تيجي تقلبيه عشان حاطين فيه النشا. لما تاخديه على النار ويبدأ يغلي هيرجع تاني للون الجميل بتاعه كده. هتسويه على نار هادية كده. هنيجي بقى كده على الكيكة كده، وهننزل بالطبقة اللي هي ديت. عندي كيكة في التلاجة، بقايا كيكة يعني، ما كنتش عارفة اعمل بيها بدل ما اجيب طبقة تانية بسكوتة حطيت عليها كده شوية من اللبن، سقسقتها بقت بالشكل ده. هفردها بقى على طبقة الكاكاو كده او طبقة القهوة لحد ما تبقى باللون ده كده. خلاص اتفردت معانا اهي. شوفي الجمال والحلاوة، طبقات كده وانتي بتاكلي الحلو ده قسما بالله بتقولي ده تورته. هاجي بقى بالكاستر اللي كنا عاملينه اول حاجة وهبدأ افرد كده. طبعا الطبقات انتي بتحطيها زي ما انتي عايزة، ممكن تبدأي بالكاستر الاول، بعدين القهوة، بعدين كاكاو، الاشكال اللي انتي عايزاها. فردناها بقى خلاص كده. الكركديه بقى عندنا هو بقى جاهز. هنيجي بقى نفرده. شوفي اللون، لونه اول ما استوى معاكي بقى لون احمر جميل جدا.
اولا الكركديه ليه فوائد عديدة جدا ومفيد جدا ليكي وللاطفال، ولونه جميل جدا في الحلويات. خلاص هتبقى زي عاملة زي التحفة الفنية اللي انت شايفاها كده، قسما بالله تحفة فنية، كأنك عاملة التورتة كده طبقات من ايه، من حاجات بسيطة جدا موفرة جدا، والطعم قسما بالله اكتر من روعة. بصي كده الطبقات اهي، شوفي الشكل عاملة ازاي، تحفة. لو جربتيها هتدعيلي، جربيها هتعتمديها.